النهارده هنتكلم في نقطة مين أكتر حد أجرم في حق المرأة المصرية في التاريخ الحديث. المرأة المصرية بالطبع يعني محدش منا ينكر إن هي تعرضت لإهمال وتهميش وتعرضت لهضم حقوقها، وممكن تعرضت لإهانة وتعرضت لنوع من الظلم، وكان يجب إن احنا ننظر لهذا الظلم ونحاول رفعه وننظر لمكانتها ونحاول نعطيها حقها ونعطيها مكانتها التي تستحقها في المجتمع. ولكن بدل ما نعمل كده جه قاسم أمين مأجورا أو متطوعا وقال إن الحل إن هو يخرج المرأة المصرية من بيتها ويخرجها ويديها حرية اللبس وحرية الحركة وحرية العمل وحرية التحرك، وبدل ما كانت في البيت مصنع للرجال بتنتج لهذا المجتمع رجال، تنتج شباب وتنتج أفراد يعني نافعين وأفراد مفيدين وأفراد يحملون مسؤولية هذا المجتمع، خرجت هي تشيل المسؤولية وتشتغل وتتعرض للمضايقات وتتعرض للإهانات، وما عادتش تقوم بدورها الأساسي اللي هو إنتاج الرجال لهذا المجتمع. فخسر المجتمع كل شيء، خسر المرأة اللي كانت بتصنع الرجال في البيت، تخلت عن دورها وتحملت عبء العمل ومسؤولية الشغل والإنتاج بدل من الرجل، وهي غير مهيئة لذلك وغير مؤهلة في خلقتها في الأساس لذلك. وإن كنت لا أنكر إن فيه يعني نساء يعني ناجحة في العمل، ولكن المرأة هنا تعرضت لظلم جديد. هي تعرضت لمشقات العمل وتعرضت للإنتاج يعني مشقات الإنتاج، وتعرضت للمضايقات وتعرضت لكثير من الإهانات، وتخلت عن دورها الأساسي في إنتاج الرجال اللي هو بعد كده المجتمع خرج له أشباه رجال يعني لا يستطيعون تحمل المسؤوليات ولا يفهمون معنى المسؤوليات من الأساس ولا يستطيعون القيام بأعباء المجتمع، فخسرنا المرأة وخسرنا الرجل. وكان الأقدر بنا إن إحنا ننمي ونحسن حال كل فرد من أفراد المجتمع في مكانه، المرأة في بيتها وفي حياتها الأسرية والرجل في العمل. لا أصبح للرجل قيمة في العمل ولا أصبحت المرأة قادرة على تحمل مسؤولية العمل وتحمل مسؤولية التربية من جهة أخرى. صراحة أصبح اللي عمله قاسم أمين كارثة حلت بالمجتمع ودمرت كل الإيجابيات اللي كانت موجودة في المجتمع، ويعني بدل من أن تحسن الإيجابيات وتمحو السلبيات أضافت للسلبيات سلبيات وقضت على الإيجابيات التي كانت متبقية. وبقى في فيديو آخر إن شاء الله يعني هنجيب نماذج ونشوف إزاي إن المرأة يعني تعرضت لظلم جديد فوق الظلم القديم بدل من إن إحنا نرفع عنها الظلم القديم.